ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة، طريقة الاكياس. اي بنوتة اول مرة تعمل البسبوسة هتطلع معاها بكل سهولة، جميلة وسهلة. هنا زي ما انت شايفة كده البسبوسة. هنقول المقادير مع بعض كده. هنا انا معايا 3 اكياس من البسبوسة، هنفضيهم كده في البولة. 3 اكياس هنفضيهم كده التلاتة زي ما انت شايفة، وهنحط لهم حبة جوز هند. انا بحب احط حبة جوز هند كده، بتزود الطعم الجوز هند فيها وبتبقى حلو. ونص كيس البيكنج باودر، نصه بس، ما تحطيش اكتر من كده عشان ما تنفخش معاكي وتبقى مش حلوة. هنقلبهم كويس مع بعض كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط عليهم مج من السمنة البلدي. مج واحد بس او مج واحد على التلات اكياس، لان كمية الاكياس بقى الصغيرة ما بقتش زي الاول معاكي. هنبس الاول زي ما انت شايفة كده، هنخلي دي البسبوسة كله اكنك بتبسيه بالسمنة كله كويس قوي. وبعد كده هتجيبي 3 علب زبادي، هتربهم كويس عشان اول ما تحطيه هتقلبي تقلبتين، ما تقلبيش كتير في البسبوسة عشان ما تصملش معاكي، تبقى طرية وحلوة. بص، هنحط الزبادي ونقلب تقلبتين وخلاص. هنتوه بس الزبادي في البسبوسة، ما تقلبيش كتير عشان ما تنشفش معاكي وتصمل، تبقى مهما تعملي فيها تبقى تسقي فيها شربات او حاجة تبقى ناشفة معاكي. هنا معانا صينية مدهونة بالزبدة، زبدة حلوة قوي، بتخليش الحاجة تلزق وبتبقى كويسة. هنسوي بقى البسبوسة في الصينية زي ما انت شايفة كده. افضل طريقة تسوي بيها هتسوي بالمعلقة، مهما تسوي مش هتعرفي تسوي الا بايديكي كده. كف ايدك هيسوي الحتة العالية من الحتة الواطية زي ما انت شايفة كده، هيخليها كلها زي بعضها. هنحطها بقى على الرف الوسطاني، اول رف كده، هتاخد وش من فوق ومن تحت وهتبقى زي الفل. معانا هنا 4 كوبايات مية، عليهم 4 كوبايات سكر. هنحط المية الاول ونحط السكر في النص، ونولع عليهم على النار زي ما انت شايفة كده. اول ما يغلوا هتحطي ليمونة او رشة ملح ليمون صغيرة، ما تذكرش يعني، حاجة بسيطة خالص. بصي زي ما انت شايفة الرشة بسيطة خالص. اول ما هتفور معاكي كده وهتغلي، هنحط لها فانيليا وغلوة وانت واقفة جنبها وهتطفي. شربات البسبوسة خفيف، ما بيحتاجش غليان كتير، وانت واقفة على طول هيغلي معاكي، هتفضي كيس الفانيليا وخلاص. بعد كده نديها نحط لها معلقة سمنة في الشربات، بتخلي طعم البسبوسة حلو قوي وبتخلي طعم السمنة باين فيها. يعني لما انت تطفي كده تروحي حاطه معلقة سمنة فيها وتركنيها بقى. هنا زي ما انت شايفة البسبوسة احمرت معانا، هنطلعها. كل بقى ما هتسقي البسبوسة، بصي نجاح البسبوسة لما تسقيها الشربات مستهدي شوية وهي سخنة. يعني احنا حطينا الاتنين مع بعض على النار وقت واحد، بس الشربات طفينا عليه بدري شوية. بصي اول ما بتسقي بتشرب معاكي البسبوسة كده، ده نجاح البسبوسة عشان انت ما قلبتيش فيها كتير يعني اول ما حطيتي الزبادي ما قلبتيش فيها كتير عشان الدقيق بتاع السومولينا ما تجيبيش عرق يبقى مصمل معاكي ويمسمر معاكي البسبوسه، تبقى البسبوسه معاكي طريه وجميله. هنا هتسقي بقى البسبوسه لحد ما البسبوسه كلها تشرب معاكي، يعني كل ما تشرب معاكي ما تخافيش واديها شربات، يعني كل ما تشرب معاكي ما تخافيش. اول ما تحطي ايد صباعك كده على البسبوسه تلاقيها الشربات باين على الوش، ما تسقيش بقى، وقفي السقيه. هنا انا خرطتها زي ما انت شايفه، طالعه الخرطه بخرطتها وفي نفس الوقت ماسكه نفسها زي ما انت شايفه كده بالظبط، وطريه وناعمه، وبصي مفروله وجميله. يعني مفروله معاكي وطريه وحلوه، تاكليها بتدوب في البق دوب. دي كانت طريقتي في البسبوسه، اتمنى تعجبكم. اسيبكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.